بيان إلى الرأي العام. لقد تابعنا باهتمام التطورات المتعلقة باستكمال تأسيس مجلس الشعب السوري من خلال تعيين أعضائه وآلية توزيع المقاعد والحصص المخصصة للشعب الكردي في روجافا. وقد أوضحنا موقفنا سابقا مؤكدين أننا لن نشارك في هذه العملية انطلاقا من اعتقادنا بأن الآليات المستخدمة لا تعكس إرادة الشعب الكردي وباقي مكونات المنطقة ولا تشكل عملية سياسية ديمقراطية حقيقية. استنادا إلى النتائج المعلنة وإجراءات التعيين نؤكد أن هؤلاء الأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم. لقد قدم الشعب السوري تضحيات جسيمة لتحقيق نظام ديمقراطي وتمثيل عادل لجميع الهويات الوطنية والدينية والنسائية. كما عانى شعبنا الكردي معاناة شديدة من سياسات الإقصاء والتهميش وقدم تضحيات عظيمة في الثورة في سوريا وروجافا. ومع ذلك كشفت الأحداث الأخيرة مجددا عن نمط من الإقصاء والقمع من خلال التعيين الانتقائي لقلة من الأفراد، وهذا يتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية والعدالة والوحدة الوطنية الحقيقية. نؤكد أن هذه السياسات تعيد تشكيل عقلية الحكومة المركزية وأساليبها التقليدية وتؤكد استمرارية العمل بالقانون والمنهج الاستثنائي، ولكن بأدوات وآليات جديدة تسعى إلى إضفاء طابع حقيقي على العملية السياسية من خلال صناديق الاقتراع وآليات تحظى بثقة الشعب وشرعيته واستمرار مشاريع التغيير الديمغرافي. إن بناء سوريا الحديثة وديمقراطية تقوم على شراكة حقيقية واعتراف متبادل بين جميع مكوناتها، لا من خلال سياسات إقصائية وتعيينات من أعلى إلى أسفل، بل من خلال سياسة وطنية شاملة تضمن العدالة والإرادة الحرة للشعب. لا يضمن هذا لجميع أبناء الشعب. نحن كحركة نسائية في مؤتمر نجمة كوباني يجب أن ننشئ لجنة تمثل الشعب السوري بأكمله تمثيلا متساويا وتناط بها مهام إجراء انتخابات ديمقراطية وتمثيل المرأة وإعادة العمل بالدستور السوري وضمان الحقوق السياسية والتعليمية والثقافية للشعب الكردي لا سيما حقوق المرأة. مؤتمر ستار كوباني 25/5/2026. برخدان جيانا.